وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي ما تخليش الغلاء يسرق فرحتك. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الغلاء وجع لكل بيت، بس الخطر الحقيقي انك تسيبه يسرق سلامك. الناس فاكرة ان الرزق في الشطارة، لكن الرزق في ايد ربنا. التوكل مش يعني تسيب السعي، التوكل يعني تعمل اللي تقدر عليه وتسيب الباقي على الكريم. ربنا اللي بيرزق النملة في جوف الأرض مش هينساك. خليك هادي وواثق، لأن اللي خلقك عمره ما بينساك. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. رجل من التابعين اسمه سفيان الثوري قال: لو أن الدنيا كلها في يدي لجعلتها لله، ولو ضاعت مني ما حزن. كان شايف إن الرزق مش في جيبك، الرزق في قلبك. اللي مطمن برزق الله ما بيتعبش حتى لو الجيب فاضي، لأنه مليان يقين.